غيتا يحيوي، رئيسة المرصد الفرنسي المغربي للهجرة الدولية، ورئيسة المجلس الأعلى لحركة مغاربة العالم، ونائبة رئاسة جمعية نبض الحياة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، اللي هي جمعية وطنية والمقر المركزي عندها في فاس. احنا تنظموا واحد اللقاء ولا ندوة علمية ثقافية بخصوص ذكرى المسيرة الخضراء 47. تنحاولوا نحتفلوا بها مع قامات وطنية وعلمية اللي غادي يجيو من جميع أنحاء المغرب وإن شاء الله من خارج الوطن، باش نعزوا الجبهة الداخلية أولا بمغاربة العالم، وباش نتحدوا كاملين حول هذه المناسبة العظيمة اللي ما خصناش نبخسوها حقها، واللي ما خصهاش تحول لمجرد احتفال بذكرى دازت وصافي. هي حدث عبقري عالمي اللي خصو يدرس في المدارس ويكون عنده امتداد، واللي هو حققنا به واحد المكتسبات في الماضي، ولكن اسس المغرب اليوم وغادي ياسس ان شاء الله المغرب الغد، لاننا اليوم تنعيش ايضا واحد المسيره جديده اللي نادى لها سيدنا محمد السادس الله ينصره، مسيره اللي ناشد فيها الشعب المغربي كامل ومغاربه العالم باش يوحدوا الجهود ديالهم. ان شاء الله احنا جميعا يدا في يد، المغاربه من جميع اقطاب العالم سواء كنا في الداخل او في الخارج، تنتوحدوا نوحدوا الجهود ديالنا وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس ايده الله وحفظه لنا. شكرا.